الخطيب بيحضر مفاجأة هتخليه رئيس الأهلي طول عمره، خطة في منتهى الذكاء وما تجيش في بال حد. منصب مدير الكورة بعد سيد عبد الحفيظ بقى مباح ومفيش حد عارف يملى مكانه، وكل جماهير الأهلي بتنتقد الخطيب بسبب إن قال مع السلامة لسيد عبد الحفيظ. الخطيب في الأيام اللي فاتت تواصل مع معشوق الملايين محمد أبو تريكة وعرض عليه منصب مدير الكورة. تريكة قال له ده شرف كبير وانا نفسي انوله، بس انت عارف الظروف يا كابتن، انا ما ينفعش اجي مصر. الخطيب قال له هقوم لك بدل المحامي 10 وكله على حساب الشخصي، واول ما اسمك يتشال من قائمه المطلوبين تيجي وتمسك المنصب بتاعك على طول. ابو تريكه قال له ان شاء الله لو الامور اتحلت اعتبر العرض بتاعك مقبول يا كابتن. الخطيب حاليا بيشوف حل لازمه تريكه اللي بقالها سنين، ورغم ان المحكمه حكمت قبل كده بالبراءه وان اسمه يتشال، لكن حصلت قضايا تانية واسم تريكه اتحط على القوائم من تاني. الخطيب كلم اكبر محاميين في البلد وعلى راسهم مرتضى منصور، والاتنين اتصالحوا، والخطيب طلب منه إنه يتولى قضية تريكا. مرتضى كان رافض في البداية، لكن العرض اللي قدمه الخطيب لمرتضى كان مغري جدا. أول حاجة قال له هرجع لك عضويتك من تاني اللي سحبها صالح سليم منك زمان، وتاني حاجة وعده إن يدعمه لو قرر يتولى رئاسة الزمالك في الفترة الأخيرة. مرتضى منصور قال له طيب أنا هشوف القضية وأدرسها وهشتغل عليها كويس. وفعلا في أقل من يومين طاقم المحاميين بقيادة مرتضى منصور وصلوا لطريقة قانونية سليمة تخلي أبو تريكة يرجع مصر بدون أي ملاحقة قضائية. الخطيب بيتواصل يوميا مع تريكة وبيبلغه أول بأول بكل جديد، وتريكة طاير من الفرحة وبيحلم باليوم اللي الدنيا فيه تتحل ويرجع مصر من غير أي مشاكل. طبعا منصب مدير الكورة متفصل بالمقاس على تريكة، وهو الوحيد اللي هيقدر يسيطر على كل حاجة وهيملى الفراغ الكبير اللي سابه عبد الحفيظ. وجماهير الأهلي هترجع تغني للخطيب تاني، لأن هيبقى عمل إنجاز هيعتبروه أكبر من إنجاز بطولة إفريقيا. ومش بس كده، تريكة كمان هيتم تأهيله لو الأمور اتحلت إن يكون رئيس الأهلي المنتظر، وهيبقى بيكرر مسيرة الخطيب اللي بدأها بمنصب مدير الكورة فترة كبيرة، وبعد كده عضو مجلس إدارة ونائب رئيس النادي، لحد ما وصل إنه يكون رئيس الأهلي. مفيش لاعب في فرقة الأهلي ما فرحش بالأخبار دي، حتى اللاعيبة المعتزلين يعني وليد سليمان مثلا، رغم إنه مرشح للمنصب ده، لكن لما عرف الأخبار دي كان فرحان جدا من قلبه، وقال إن تريكة أنسب واحد للمكان ده. كابتن محمد رمضان مدير الكرة الحالي بيحب تريكة جدا، وقال لو فضلت في مكاني لحد ما تريكة يجي هسلمه المنصب، وانا مبسوط من قلبي بجد، عشان اولا بحبه، وثانيا هو انسب واحد وقريب من اللعيبة، وكلهم شايفينه اسطورة حقيقية وكمان هيتعلموا منه. الخطيب بيتابع القصة كل كام ساعة ومستني الوقت المناسب اللي مرتضى منصور هيبلغوا فيه إنهم جاهزين لرفع مذكرة وطلب إزالة اسم تريكا من قوائم المطلوبين. ولو الموضوع ده نجح والقضاء قال كلمته، تريكا في مصر بعده ب 24 ساعة هيكون مدير الكرة بالنادي الأهلي وهيبقى حدث تاريخي. ما تنسوش قولوا لنا إيه رأيكم في الأخبار دي، هنقرأ كل تعليقاتكم وتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.